الحاجة يا رجاله، شفتوا اللي حصل في سينا امبارح؟ طيارة مسيرة اخترقت المجال الجوي المصري، بس في ثانية واحدة الدفاع الجوي بتاعنا وجعها. ايوه طب ازاي يا عمده وليه وجاية منين اصلا؟ احب اقول لك ان الطيارة دي جاية من اليمن. ايوه طب احنا وجعناها ليه؟ ما دي رايحة على اسراء. اقول لك لا يا حبيبي، لان احنا عارفين ان الجماعة بتوع اليمن شغالين وبياخدوا اوامرهم من ايران، وبعدين اللي ما يتسموا اتجاههم من هين. ايه اللي جابكم بقى من هين؟ وانتوا المفروض عارفين ان مفيش حد هيقدر يعدي هين. ده غير ان الطيارة دي ممكن تكون موجهة مخصوص عشان تختبر دفاعات. ايه ده من مين يا عمده؟ اقول لك من اسراء نفسها. ممكن تكون دماغهم وزيتهم، قالوا لك نرمي مسير على مصر نشوف هي صاحيه ولا نايمه، ويا دوبك الطياره دخلت حدودنا من هنا. الدفاع الجوي بتاعنا لما يقولوا عليه اعقد منظومه في الكوكب اشتغل فورا، وجعها حتى قبل ما تلحق تاخد نفسها. طب ليه منظومه الدفاع الجوي بتاعنا بيقولوا عليها الاعقد؟ لانها رابطه كل المنظومات اللي عندك في بعض، عامله ميك روسي في امريكي في فرنسي في مصري، عاملين لهم كوكتيل كله متشابك تحت شبكه واحده. مفيش طياره ولا صاروخ يعدي الا لما يتكشف ويتشال من السما. الجيش المصري ورى العالم كله ان اي حد هيجرب من ارضنا هيتشال في ثانيه. ايه لسه حد مش واثق؟ ده الجيش اللي يخليك تنام على مخده وتشخر وانت مطمن. تحيا مصر يا دي انت وهو وعنتن وترامب وشير له ابعتوله.